تعرف ان فنزويلا عندها نفط اكتر من السعوديه، بس رغم كده السعوديه هي اللي بتحرك السوق. رقميا فنزويلا عندها احتياطي اكبر من السعوديه، بس هنا اغلب الناس بتقف، وانت لو وقفت هنا تبقى فاهم نص القصه بس. نفط السعوديه خفيف، سهل الاستخراج، يتحرق ويتكرر بسرعه، ارخص نفط في العالم من ناحيه تكلفه الانتاج، في حين ان نفط فنزويلا تقيل جدا، محتاج تكنولوجي معقده وتكلفه عاليه، يعني مش بسهوله ولا بتكلفه قليله تقدر تتعامل معاه. يعني ببساطه نفط السعوديه يعتبر فلوس جاهزه، انما نفط فنزويلا فلوس محتاجه مجهود ومخاطره. امال ليه امريكا مهتمه بفنزويلا؟ امريكا مش بتبص على البرميل، امريكا بتبص على مين يتحكم في الطاقه لقدام. نفط فنزويلا محتاج استثمارات، شركات غربيه، واستقرار سياسي، وعشان كده الضغط مش عسكري، الضغط اقتصادي طويل النفس. بس خلي بالك، حتى لو العقوبات اللي على فنزويلا اتخففت، فنزويلا مش هتغرق السوق نفط ولا هتكسر الاسعار. ليه؟ لأن زيادة الإنتاج بطيئة ومعقدة ومحدودة. بس يا ترى مين هيستفيد أكتر لو العقوبات اتخففت؟ أسهم زي شيفرون وإكزن موبيل هتستفيد ولا هتتضرر؟ ولا دخول نفط جديد للسوق هيضغط الأسعار؟ يا ريت تقول لي توقعاتك في الكومنتس، وشايف تأثير ده على أسهم شركات البترول هيبقى عامل إزاي؟